حكم مباراة القمة يوم الاثنين الحكم الأسباني إليخاندرو مونيز. حكم صغير في السن، عنده 34 سنة. حكم من الآخر بتاع كروت حمراء، يعني حكم في الليجا الأسبانية حوالي 78 ماتش، مطلع 30 كارت أحمر. عشان اللعيبة تاخد بالها، بس يعني عشان لعيبة الأهلي تاخد بالها من التدخلات، وإن الحكم أسهل حاجة عنده الكارت الأحمر. حتى في ضربات الجزاء برضو حكم حاسب حوالي 26 ضربة جزاء في ال 78 ماتش دول. ف لازم حد من الجهاز الفني، الكابتن وليد صلاح، يقعدوا مع اللعيبه ويدرسوا شخصيه الحكم، وعلى اساس كده يتعاملوا معاه عشان الماتش يعدي، ما نلعبش ناقصين، الماتش ما يتعقدش. فلازم نصيحه، خلي بالكوا من الحكم ده. وهو حكم كويس بالمناسبه، يعني اخر ماتش لسه محكم من 10 ايام، ماتش ليفانتي وريال بيتيس، وخلص 2-2. هو حكم كويس، حكم شاب وحكم كويس. لكن مش عايزين نبقى كويسين ومره واحده يطرد مننا لعيب فنكمل الماتش ناقصين. ان شاء الله نكسب يوم الاثنين ان شاء الله، وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. بس دي نصيحه لاداره الاهلي وللكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره، وعادل مصطفى وعماد النحاس، ان هم لازم يبقى في اجتماع لدراسة شخصية الحكم، ونخلي بالنا، والحكم بيطرد والحكم بيتحسب ضربات جزاء، فنخلي بالنا من التدخلات، وان شاء الله الماتش هيعدي على خير.